السلام عليكم. واقعة أليمة ضحيتها امرأة تدعى مرام بالغة من العمر 31 سنة وأم لبنتين توفيت إثر تعرضها للاعتداء من طرف زوجها وهو رجل أعمال بعد خلاف متكرر ليتطور إلى شجار عنيف بينهما، فسولت له نفسه الاعتداء عليه بأداة حادة. والصدمة لم تتوقف هنا، بل بعد الاعتداء لم يسع المتهم لنقلها فورا للمستشفى، وبدلا من ذلك تركها في المنزل لمدة 5 أيام تعاني من إصابتها البليغة. وخلال تلك الفترة بدأ يبحث عن طبيب عبر مواقع التواصل لعلاجها، وكأنه يحاول إنقاذ ما يمكن إنقاذه. عندما قرر أخيرا نقلها إلى المستشفى كانت حالتها الصحية قد تدهورت بشدة، ووضعت على أجهزة التنفس الصناعي وخضعت ل6 عمليات جراحية لمحاولة إنقاذها، ولكنها توفيت متأثرة بإصابتها البليغة. وبعد التحقيق معه أقر المتهم بفعلته وقال إنها لم تكن مقصودة، وتم القبض عليه في الحال من طرف مصالح الأمن بالقاهرة.